وما يمكنش تطلبوا لي الطريقه ديال هاد الوصفه ما نعطيها لكمش. الرز بالدجاج بطريقتي كيجي واعر خطير، ما تشبعوش منه. كناخذوا فخيدات ديال الدجاج بطبيعه الحال كيكونوا مغسولين مزيان، كنضيفوا مليحه، شويه الخرقوم، شويه الابزار، شويه السكينجبير والزعتر اللي عندكم يازير حتى هو ضيفوه، راه كيجي زوين بزاف، وزيت الزيتون وضامه ديال الزعفران ممكن تعوضوه بالزعفران شعراء. وغادي نضيف هنايا الربيع اللي كيكون مطحون مع الثومه والزيت البلديه. الا بغيتوا الطريقه قولوها لي نعطيها لكم. كنديروا دائما في الثلاجه، يعني كندير به جميع الوصفات. المهم كنحرك داك المكونات كاملين مع الدجاج، ما يحتاجش يتشحر حيت غادي يطيب وغادي يتشحر في نفس الوقت. كنسد على الدجاج وكنخليه بلا حتى شي نقطه ديال الماء لمده ساعه الا ربع. العافيه مهيله. الا عندكم الكوكوط ديال الالومنيوم ضروري ديروا نص كاس ديال الماء. هنايا بعد ما طاب كنحيدو من الكوكوط، واش شفتوا راه ما ضفتشلو الماء وكيطلق داك لاصوص. هنايا كنحيد الدجاج، غادي ندير الروز. بالنسبه للروز غادي ندير بسمتي ديال سيغالا. المهم انا هذا هو الروز اللي كنستعمل. غادي ناخذ زلافه ونص بالعبار، كنغسلو مزيان باش يتحيد منه النشا. وغادي نضيفو اللاصوص اللي بقات او اللي طاحت من الدجاج. وغادي نضيف هنايا ضامه ديال البقري، شويه ديال الملحه، ومعلقه ديال الزبده، معلقه كبيره تقريبا ديال الزبده. كنشحر داك الروز مزيان حتى كيتشرب داك لاصوص. وكنضيف 3 زلايف ديال الماء يكون طيب، زلافه ونص كندير فيها 3 زلايف. المهم راكم عارفين العبار. مده الطهي ديال الروز كنشوف كنسد عليها غير كدور الصفاره. كنقص العافيه حتى للحد، يعني كنخليها نار ميله لمده 10 دقائق صافي، وكنطفي عليها وكنخلي الصفاره حتى كتحيد داك النفس. ما كنحيدش الصفاره، كنخلي الصفاره في الكوكوط وكنطفي عليها حتى كنشوف داك النفس تحيدات من الكوكوط، عاد كنحل عليه. وكتكون هذه هي النتيجه. الروز كيجي حبه على حبه، ما كيعجن ما والو. الا ما عندكمش الروز بسماتي حيت شويه طالع في الثمن، ممكن ديروا روز كلاصي صافي. وغادي نقدموا الطبق ديالنا. ممكن ديريه لضيافك ولا وليداتك. راه طبق كيجي يعني عاطي العين ولذيذ بزاف. الدجاج ما يحتاج تحمريه حيت كيجي محمر اصلا، وكيجي لذيذ حيت كنطيبوه بلا ماء. وهذا الشكل النهائي. نتمنى يعجبكم الطبق وتجربوه. دمتم في امان الله، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.